أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الأطهار النجبى، لا سيما خاتم أنوارهم والطالب بثارهم الحجة بن الحسن المهدي، أرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة، ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، نور عيني حسين، سيدي روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. هيهات يلهو عن أساه فؤادي، وبه لنار الحزن قد حزنا. هيهات يصفو العيش وهو فريسة للحزن، إن الحزن بالمرصاد. يا كيف والناعي بسامراء ولهفتا قتل الإمام الهادي، قتل الذي لاذ السخاء بجوده
وبمجده عقدت عرى الأمجاد. قتل الذي كانت تطوف ببابه أهل السماء وخيرة العباد. قتلوه غدران مذ رأوا أنواره تأبى على الإطفاء والإخماد. بالسم لا بالسيف ما حزوا له. قتلوه غدرا بالسم لا بالسيف ما حزوا له. رأسا ولا دسوه بالأجياد. لم يلبسوا ذل السبال نسائه وحسرتا لقرينة الأصفاد. لم يلبسوا ذل السبال نسائه وحسرتا لقرينة الأصفاد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة. صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا وإمامنا الإمام علي بن محمد الهادي النقي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته واجتناب معصيته، وأن يرزقنا معرفته، وأن يجعلنا من الطالبين بثأره تحت راية حفيده الحجة بن الحسن المهدي أرواحنا له الفداء، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بين قوسين قبل أن نبدأ بحديثنا، تعرض الأستاذ علي لمناسبتين، مناسبة منذ أيام ومناسبة الليلة. المناسبة الأولى مسألة يوم اللغة. شيء جميل أن يكون هناك يوم لمعنى سامي، لمعنى عظيم يشعرك بأن هذا المعنى جدا مهم وهو يعيش في وجداننا وحياتنا، لكن الواقع شيء ثاني تماما، شيء مختلف. أين نحن من اللغة اليوم؟ هلا حلو بتعمل لي يوم لغة بالمدارس وبتعملوا هيك أناشيد للغة وكذا، شيء جميل، بس صايرين نحن اتكاليين. بنعمل يوم للأم، بهاليوم هيدا أمي هي كل شيء، بقية أيام السنة اسمحوا لنا فيها. بنعمل يوم للأب، بهاليوم هيدا بي ستاتوس على الواتساب، بروفايل على الفيسبوك، مقطع فيديو هون، قصيدة حزينة عن الأب، وبجيب له هدية لبي، ويمكن بنجتمع كعائلة وبنعمل له هيك قعدة وسهرة حلو. وبقية أيام السنة وينه بي؟
أمي وين بقيت أيام السنة؟ بتحس كأنهم عملوا هالأيام هيدي ليرتاحوا من عذاب الضمير، إنه خلص وصلنا لمرحلة فقدنا هويتنا كلغة عربية. وين في اهتمام اليوم؟ مين حافظ أبيات للمتنبي إذا بدناش نحكي دين شعر لغة؟ من حافظ نصوص أدبية؟ وإذا بدك تيجي للدين شوي، من مهتم شوي بنهج البلاغة؟ إمام اللغة كلها علي بن أبي طالب عليه السلام، كتابه إكسير. والله لو كان هذا الكتاب مش موجود لا نسخة له، ما حاصل على نسخة له، وإنما يذكر في المؤلفات أن لعلي خطب جمعت في يوم من الأيام وسميت بنهج البلاغة. كنت بتحترق أعصابنا على أن نعثر على نسخة منه، ولو على جزء منه، على ورقة منه، الله أكبر، حتى نشوف بلاغة علي. وإذا بتجي للقرآن بعد بتصير المسألة أصعب. تقريبا ما في بيت مسلم إلا وفي قرآن على الأقل. بس شوف لي هيدا القرآن أيمتى بينفتح على الأقل؟ يمكن بشهر رمضان. صايرين نحن مقضينها هيك، يعني بنكتفي مثل قصة صلة الأرحام. اليوم بكتفي أنا برسالة بعتها وخلاص. الله ما بده هيك. لو كان بده هيك كان الله عملنا أعياد لكل شيء. ما عمل لك أعياد لكل شيء. الله ما بيعرف قديش هو قدر الأب، وقديش هو قدر الأم، وقديش هو قدر الزوج، وقديش هو قدر الزوجة، وقديش هو قدر الولد، وقديش هو قدر المضحي إلى آخره. ليش ما عمل لهم أعياد هو؟ الله أولى. إذا كان هيدا بالفعل بده هالمسألة مسألة عيد، الله أولى. الله ما بده منك تفرح فيهم بيوم، بده منك السنة كلها تكون أنت مخلص لهم، بارا بوالديك، بارا بوالدتك، بارا بوالدك، واصلا لأرحامك، مهتما بذريتك بأولادك إلى آخره. فجميل جدا ينعمل يوم للغة، بس للصراحة لا أحسن الظن بهذا اليوم، وأنا أرى اللغة قد ابتعدت عنا وابتعدنا عنها بعدا شاسعا. قلما تجد اليوم حتى اللي بيعملوا يوم اللغة، ما الشحار وين والتعتير، بيطلع عم يلقي كلمة عن اللغة بيكسروا عظامه لسيبويه، وهو عم يحكي عن أهمية اللغة بيوم اللغة. على كل حال ما بقول أنا ما يحتفلوش، يعني يحتفلوا ما إلي دخل يعني، بس إنه نكون شوي نحن كمان واعيين، إنه ما تنطلع علينا مسألة إنه والله عملنا يوم للأم أو يوم لكذا فخلصت المسألة. لا، اللغة لازم تكون حية فينا وعايشة فينا. لغتنا هيدا قرآننا وهي روايات أهل البيت عليهم السلام، نحن أولى الناس إن نكون فهمانينها. المسألة الثانية مسألة عيد الميلاد. أول الكلام، من قال النبي عيسى ولد بيوم 25 كانون الأول؟ تركبت المسألة ومشيت. هلا بتقلي مولانا ما بيمنع، فليكن هيدا اليوم هو يوم ميلاد للنبي عيسى. إيه صح، ما بيمنع، ومش رح يترتب عليه حكم شرعي. فلنتخذ يوما، ما بنعرف ايمتى ولد، بدنا نتخذ نحن هذا اليوم تعظيما لنبي الله عيسى، كمان شيء حلو. بس هو عيد الميلاد تعظيم للنبي عيسى؟ سلام الله على النبي عيسى، ما له وجود بعيد الميلاد. النبي عيسى ما خصه بعيد الميلاد أبدا. هذا العالم اللي بتشوفوه، الفجور اللي بيصير بليالي بالعالم بليلة عيد الميلاد، البعد عن الله، المعاصي اللي ترتكب، الأحكام التي تتجاوز. بيجيك واحد بيقول لك مولانا ليش نحن بدنا نكون هيك مقيدين ومتحجرين؟ ليش شو فيها إذا احتفلنا؟ يا أخي احتفل، بس احتفل بشيء، يعني على القليل إذا طل جبرائيل من فوق قال لك شو عم تعمل؟ تقول له هياني هون محتفل بالنبي عيسى. وينه النبي عيسى؟ سلام الله على النبي عيسى. على كل حال شوفوا، نحن يعني عندنا قواعد وعندنا أحكام، ما دام ملتزمين فيها اعمل اللي بدك إياه. ما دام أنت ملتزم بحدود طاعة الله تعالى، رفع عن نفسك ورفع عن عائلتك وافرح، وكل يوم اعمل قعدة ببيتك واحتفال ببيتك، سمي لي بدك إياه بأسماء الأنبياء، وكلوا واشربوا ما دمتم في طاعة الله تعالى. بس خلي يكون عندنا شوية وعي، وما تختلط علينا الأوراق
ولا أيضا تضيع الموازين، لأنه إذا كان في أحد ينبغي أن يقام له عيد ميلاد حصرا هو محمد صلى الله عليه وآله، لأنه هو أصل ولادة عالم الإيجاد. مش هو مخلص أو هو منقذ أو هو مبلغ العالم، كل الكون لولاه ما خلق الله شيئا، إنما خلق ما خلقه لأجل محمد صلى الله عليه وآله. وهذا حجة على المسلمين. طبعا مسألة لأجل محمد يعني لأجل محمد وآل محمد. هذاش كمان يقول لي مولانا وين الإمام علي وين أهل البيت؟ هم نفس محمد صلى الله عليه وآله. فإذا ذكرت محمدا فقد ذكرت آل محمد، وإذا ذكرت آل محمد فقد ذكرت محمدا صلى الله عليه وآله. الإمام الهادي عليه السلام من المسائل المهمة جدا، وبتمنى يعني تنسطولها وإن شاء الله هيك تصير موجودة بداخلكم، حتى يعني يحس الواحد، مطلوب الواحد يحس بعظمة الإمام باكتساب معرفة جديدة تترجم إلى أثر عملي وليس مجرد معلومات. هلا بقول لك مثلا هذه معلومة جديدة ما حدا سمعها قبل، رح أجيب لك إياها. في ناس هيك بتحب هذه المعلومة خدها ما حدا ذكرها قبلي، أو أول واحد أنا بذكرها على المنبر. حلو الفكرة يعني بتحمسك شوي، بس الكلام هالمعلومة وين بصرفها؟ أنا بدي معلومة تتصرف عندي، بدي معلومة تفيدني قرب لله تعالى، رفع الدرجة عند الله، تغير لي طريقة علاقتي بأهل البيت بالإمام الهادي. أحتاج إلى شيء يكون له أثر إن شاء الله تعالى بإذن الله، ما سأذكره لكم فيه أثر. هلأ جديدة مش جديدة ما بعرف، بس المفترض بشكل عام يعني غير مألوفة هالمعلومة. الإمام الهادي عليه السلام كم كان عمره عندما استشهد أبوه الجواد سلام الله عليه؟ يعني يوم اللي استلم الإمامة قديش كان عمر الإمام الهادي؟ 9 سنوات. معلومة عادية؟ لا مش عادية أبدا. شو العادي فيها؟ شو يعني إمام معصوم مفترض الطاعة تأتم به السماوات والأرضون، تأتم به الملائكة والإنس والجان، يأتم به عالم الإمكان كله، عمره 9 سنين؟ مش سهلة أبدا، مش سهلة. أنت اليوم عم تستسهلها لأنك تربيت بالمساجد وبالحسينيات وتحت المنابر وعلماء الدين ومن زمن أهل البيت إلى اليوم، لصارت المعلومة عندنا اليوم مأنوس بها ومألوفة، نتقبلها نحن ومرتاحين. ولا شو فيها الإمام حتى لو عمره سنتين وبصير إمام، شو المانع؟ الله على كل شيء قدير، وإلها أمثال في عالم الحياة السابقة في القرون الأولى، مثل نبي الله عيسى كان نبيا وهو في المهدي، صح؟ فبتقدر تستدل له. منين جبتوا لنا هالأدلة هو؟ شو نحن فطاحل زماننا؟ لا، نحن تعلمنا، بس تعلمنا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ما أنت من أول وعيك بيجيبوك أهلك على الحسينية، على المجلس، بتيجي على المسجد، خطبة يوم الجمعة من هون، كلمة بالحسينية من هون، مجلس عزاء من هون. وأيضا مرات الأهل بيشاركوا، البيئة بتشارك، معلومات عم تتراكم عندك. لذلك بس تقعد مع شيء واحد مخالف لك في الدين أو في المذهب وتتناقش أنت وياه، بتقول يا أخي كيف بلشت هيك الآيات تنزل علي، الروايات، إلهام من الله. هو صح الله بيلهم وبيسدد، بس أنت عندك ملفات مؤقتة بالميموري الداخلية، عندك كتير ملفات متلقيها عبر الزمن، بس ما متذكرها، ما ملتبه لها، ما ملتفت إليها، تلتفت إليها وقت الحاجة. وإلا تعال هلأ لواحد من المسلمين من غير الشيعة وقل له أن علي بن أبي طالب مش أفضل من الصحابة. هي أفضل من الصحابة نحن ما بنحكي فيها. علي بن أبي طالب أفضل من كل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وآله، أفضل من كل الأنبياء والأوصياء والصديقين والشهداء، من الملائكة، من كل ما خلق الله تعالى. ولا يفضل أحد على علي إلا محمد صلى الله عليه وآله. ما بيتحملها للفكرة أبدا ولا بيتقبلها. بفهم ليش ما بيتقبلها، بغض النظر
ما لازم يكون هو هيك، بس بفهم ليه. في بيئة هو عايش عمر كله على أنه في فلان وعلان هن أفضل الصحابة، لتجي أنت تقول له علي مش بس أفضل منهم، مش أفضل من كل الصحابة، أفضل من كل الخلق، ما بيتحملها. أنت عندك إياها عادية. الإمام علي أفضل. ليش؟ بكل بساطة بتقول له لأن عليا عليه السلام هو نفس محمد بنص القرآن الكريم، ومن كان نفس محمد فهو أفضل الخلق بعد محمد، ومحمد هو أفضل الخلق كافة، فعلي أفضل الخلق كافة بعد محمد صلى الله عليه وآله. منين جبت هالآية هيدي؟ منين جبت هالاستدلال؟ تعلمناه. فأن يكون الإمام إماما ابن 9 سنوات أو ابن 6 سنوات مثل الإمام الجواد مش سهل أبدا. ولذلك يوم اللي استشهد الإمام الرضا عليه السلام واستلم الإمام الجواد عمره 6 سنين، ملتفتين 6 سنين، قد صغير الإمام 6 سنين، بده يجي ابن 90 سنة ويركع قدامه يسلم عليه ويقبل يده. تصور أنت المشهد، ويقول له سيدي ومولاي ماذا تقول في مسألة كذا وكذا؟ أنا أجبت بكذا. يقوم الإمام يقول له أخطأت، ليس هكذا جوابها، إنما جوابها كات وكات. عذرا مولاي. شو عذرا؟ مع مين عم يحكي؟ مش سهلة. صار في يومها خضة مش طبيعية للمجتمع الشيعي فضلا عن المجتمع الإسلامي، وبعض الشيعة تكلم بكلمات لا ينبغي أن يقولها. بس الإمام الجواد استلم الإمام ابن 6 سنوات وعاش إلى 26 20 سنة كانت كافية للشيعة حتى يتقبلوا الفكرة ويفهموها ويستوعبوها ويتعايشوا معها، أنه يمكن أن يكون الشخص إماما مؤيدا بالغيب، مؤيدا من الله تعالى، بيده مقاليد كل شيء بإذن الله تعالى، يستطيع أن يحيي الموتى وأن يكلم الموتى، ويستطيع أن يبرئ الأكمه والأبرص، يستطيع أن يفعل المعجزات والكرامات حتى ولو كان عمره 2 سنين. تقبلوا هذا الفكرة، شافوا الإمام الجواد وعلم الإمام الجواد وكرامات الإمام الجواد، حتى المخالفون أذعنوا له وأقروا بأن ما عنده ليس عند الناس، فتقبلوا الفكرة، صارت المسألة مقبولة، انحلت الأزمة بهال20 سنة. هون بيجي السؤال الثاني، ليش الله سبحانه وتعالى بده يعطي الإمامة لابن 6 سنوات؟ طيب ما الله قادر يعطي الإمامة ابن 20 سنة، وبلا هالفتنة اللي راح تصير، بلا ما يصير في انشقاق بداخل التشيع، وبلا ما يصير في استهزاء واستخفاف من قبل الخصوم بالشيعة. خلي لابن 20 سنة وبتعطي الإمامة. طبيعي يعني قادر تمد بعمر الإمام الجواد، بعد شي 10 سنين بصير عمر بعمر الإمام الرضا 10 سنين، بصير عمر الجواد 16 سنة، بيستلم الإمامة، وما بتصير هالفتنة اللي صارت ولا بتصير هالمشاكل اللي صارت. هذا السؤال وليس اعتراضا، لأنك تعتقد بأن الله عالم لا يجهل وقادر لا يعجز وحكيم لا يعبث. فقطعا عندما ألبس الجواد ثوب الإمامة في عمر 6 سنوات معناها الجواب، معناها هذا الفعل حكيم، فيه غاية، فيه مصلحة، فيه هدف إلهي. شو هالهدف؟ شو هي هالغاية؟ هو لازم واحد يسأل عنهم لحتى يتعرف على جوانب مقامات أهل البيت، وما يبقى عايش حاصر حاله بزاوية واحدة من مقاماتهم. علماءنا أجابوا بأجوبة من أفضلها وأوجهها، هو أن الله سبحانه وتعالى للطفه ورأفته بالعباد، والله معودنا على لطفه ورأفته بكل شيء، بأحكامنا الشرعية، من الأحكام الكبيرة الضخمة إلى الأحكام البسيطة، الواجبات العظيمة إلى الواجبات الخفيفة، النواهي والمناهي والتحذيرات الإلهية الخطيرة العظيمة والتحذيرات البسيطة، في كلها بتلاقي اللطف الإلهي والرأف الإلهي محاوطتك من كل جانب. حتى وصل معك لدرجة قال لك مش أنا طالب منك 1 2 3 وناهيك عن 1 2 3 وقايل لك في جنة وفي نار، وإن عصيتني سأعذبك.
كل هيدا وأنا جبار السماء وأنت عبد ذليل بين يدي، مع كل هيدا قد ما تغلط بمجرد ما ترجع لعندي أنا برجع لك. وإني لغفار لمن تاب، ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنا مسامح، أنتوا تشتغلوا صح وأنا معكم، ما عليه. حتى لو مش بس هيك، بتعرفوا اللي بيغلط منكم وبيرجع وبيغلط وبيرجع وبيغلط وبيرجع وبيضلوا عم يغلط ويرجع، هذا بحبه ما بكرهه. معقولة ما بتكرهنا مع أنه كتير نحن عم نقلل أدب معك؟ لا، أنا أحب التوابين. الله قال في القرآن أنه يحب التوابين. من هو التواب؟ تواب صيغة فعال، صيغة مبالغة. تاب يتوب، تاب يتوب، تاب يتوب، فهو تواب. يعني كثرت معاصيه فكثر استغفاره وطلبه للتوبة فصار توابا. هيدا التواب الله يحبه. محاوطك بالرأفة وبراعي لك أيضا حالتك النفسية. ياما في أحكام شرعية الله سبحانه وتعالى مراعي فيها الحالة النفسية، مثل العلاقة مع الأب والأم. شو قال لك؟ قال لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أكبر، هالكم كلمة شو فيهن حكي. واخفض لهما جناح الذل، الجناح انحني لهن طبعا قولا وفعلا في كل شيء في حياتك، بس مش أي انحناء وأنت ذليل بين يديهما. انحناء الذل، واخفض لهما جناح الذل. وبعد شوف 3 مقامات، 3 معاني، 3 حالات بعيشك إياها لتعرف كيف تعيش مع بيك وأمك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مش بس انحني لهم أنت وذليل ومش عاجبك، لا، بكل رحمة وبكل محبة ومودة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نحن لو نلتزم بأحكام الله، شوفوا آبائنا وأمهاتنا كيف بتكون حياتهم ما أجملها وما أروعها وما أحلاها. الله سبحانه وتعالى بعد إمامين سيأتي بإمام، يعني بعد الهادي والعسكري سيأتي بإمام. هذا الإمام يكون عمره 5 سنوات، يستلم الإمامة ولا يراه الناس. شو بتتوقع أنت إذا الله فاجأ العباد بدون إمامة الإمام الجواد والإمام الهادي؟ فاجأ العباد. الإمامة دائما عم بتكون للي أعمارهم بال20 بال30، يعني رجال وكذا معروفين. فجأة آخر إمام، الإمام الثاني عشر، ما شايفينه الشيعة، ابن 5 سنوات صار إمام واختفى عن الأنظار. شو بصير فيهم المؤمنين؟ فرطت المسبحة، انتهى كل شيء. هن ما راح يتقبلوا الفكرة، والمخالفون لن يتركوهم وحالهم، لن يتركوهم وشأنهم. فبمقتضى لطف الله تعالى ورأفته أدخل المجتمع الإيماني والمجتمع الإنساني، أدخلهم بمرحلة تدريبية حتى يسهل عليهم قبول تلك المرحلة الصعبة جدا. لأن الإمام هناك سيكون صغيرا يستلم الإمامة ولن يروه، سيغيب عنهم، لا راح يشوفهم لا راح يشوفوه ولا يسمعوه ولا يتكلموا معه ولا يسألوه ولا يجاوبهم ولا شيء. اجت إمامة الإمام الجواد رحمة بالعباد، سوى إمام عمره 6 سنوات. بالبداية كانت صعبة جدا، وبعض الشيعة مش ارتد لكن مال عن الإمامة والقول بإمامة الإمام الجواد. ثم مع الزمن 20 سنة عم نقول، رجعت الأمور، استتب الوضع وعادت المياه إلى مجاريها وسكنت النفوس واطمأنت القلوب، مش الحال. بعد الإمام الجواد إجا الإمام الهادي. إذا بده يرجع، شوفوا روعة اللطف الإلهي، إذا بده يرجع يعطيه الإمامة وهو ابن 20 سنة. ثم الإمام العسكري نفس الكلام. رح يرجع الشك يتسلل إلى النفوس، صح كان الجواد إمام ولا ما كان إمام؟ مثل واحد دائما مواقفه معك غلط، جار، صاحب، صديق، قريب، غيره، دائما بيتصرف معك بطريقة فيها لؤم. يوم من الأيام بيجي هو مبتسم وبيقدم لك مثلا هدية،
تستريب بالأمر، بتقول له شو فيه؟ ما إلك بالعادي. فبيقول لك لا والله أنا تغيرت وصرت منيح. ما بتطمئن، بدك فترة من الزمن لا تطمئن. لنفترض أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، هو ماشي تماما، بعدهم لهولي رجع تصرف كما كان سابقا. هودي الشهرين كانسل، انتهوا، ولا كأنه صار منيح بهالشهرين. ليه؟ لأنك رجعت للحالة السابقة. هذا نفسيا أمر طبيعي. طب الشيعة معودين والناس معودين أن النبي الإمام من رسول الله، وجاي أعمارهم بتكون كبار لما بيستلموا الإمامة أو لما النبي استلم النبوة. فجأة إمام عمره 6 سنوات، صعب كانت تعمل فكرة، أعطاه الله 20 سنة إلى أن صارت الفكرة مقبولة. من بعده احتاجت البشرية، احتاج المجتمع الإيماني إلى تأكيد لهذه الفكرة. أيضا الإمام الهادي أعطاه الله الإمامة وعمره 9 سنوات. بهالإمامة لل9 سنوات للإمام الهادي خلاص رسخت الفكرة عندهم، وهذه العقيدة ترسخت في قلوبهم. بعدين خلي الإمام العسكري يكون ابن 40، غيره يكون، صارت المسألة خلاص إمامين فيما يعني تعاقبا بعمر صغير، وبنفس الوقت ظهر ما ظهر من علمهما وكراماتهما، الأمر صار تمام. لطف الله بنا. اجت إمامة الإمام المهدي. طبعا الإمام العسكري ما استلم الإمامة وهو صغير مثله، ما كان شاب. اجت إمامة الإمام المهدي عمره 5 سنوات واختفى الإمام المهدي، غاب عن الأعين. الشيعة ما تزلزلوا وما اهتز بناؤهم ولا طلعت الصيحة كيف إمام صغير بالسن، لا خلاص، الله كان قد وطنهم على ذلك بالجواد والهادي. بس كانوا بحاجة لشغلة، لمسألة أخرى الشيعة، واللي هي شو بنعمل بغيابه. تقبلنا فكرة أنه إمام وهو صغير السن، بس غاب، شو بنعمل؟ هون اجى دور الإمام الهادي سلام الله عليه. شو عمل الإمام الهادي؟ روحي له الفداء. غير كل المهام والأدوار التي قام بها، فعل نظام الوكلاء. الإمام الهادي نفي من المدينة إلى سامراء، ولعنة الله على المعتز الخليفة العباسي، ولعنة الله على كل طاغي، على كل جبت، على كل طاغوت. ولا يوجد أطغى من ظلمة أهل البيت عليهم السلام. نفى الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء، فأبعده عن شيعته وعن عشيرته وعن أهله وناسه. شو عمل الإمام الهادي؟ هو إقامة جبرية بالنهاية، وبين الحين والآخر يسجن. عمل شيء كان مرعب، شيء كان يعني خطورته ظهرت للدولة آنذاك، وأمر طبيعي أن تظهر خطورته، لأنه ما بين فتحة عين أو ما بين غمضة عين وانتباهتها وإذا بوكلاء الإمام الهادي منتشرون في الآفاق. الشيعة عم بيخلصوا أمورهم وعايشين حياتهم بشكل طبيعي، مع أنه ما في اتصال بإمامهم. منين؟ عبر الوكلاء. الوكلاء ما كانوا مجرد والله روح يا شيخ فلان للقرية الفلانية واقرأ لهم مجلس، أو روح واقرأ لهم الآية القرآنية الفلانية واشرح لهم إياها، أو روحوا أعطيهم حكم شرعي. ليس مجرد تحميلهم مهمة. وكيل الإمام، والوكيل بمنزلة الموكل. فالإمام اشتغل عليهم لهؤلاء كوادر نخب كانوا في المجتمع، نجوم يضيئون لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. هذا هو اللي قد مضجع المعتز عليه لعائن الله. لأنه عادة الحكام الظالمين، وأختم بهذا، عادتهم بيتركوا المجال للمعصوم، يعني بيحاولوا يتجنبوا قتله طمعا، مش خوفا منه ولا خوفا من دمه. هذا شو بدكم فيها؟ اللي بيقول لك انه والله كان يقول المنصور مثلا ما بدي اقتل الصادق لاني بخاف من دمه، لا بخاف ولا شيء، هو ما معتقد بوجود الله ليخاف من دم الصادق عليه السلام. يزيد كان معتقد بالله، معاوية كان معتقد فيه، اي الله اللي بدهم يعتقدوا فيه.
كيف بدهم يعتقدوا فيه لله وهن كافرين بعلي وبمحمد وبالحسن والحسين؟ بالعكس، مش بس كافرين فيهم، جندوا كل قدراتهم لظلمهم وأذيتهم وقتلهم ومحوهم واستئصالهم. شو هيك حكي؟ المهم أنا معتقد بالله. فلا يعتقدون. طيب ليش هيدا بده ما بيقتل الإمام من أول الطريق؟ عندهم غاية كلهم، من زمن علي بن أبي طالب عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري. حكام الظلم عندهم غاية، وهي أن يفرقوا وأن يميزوا وأن يسلخوا الأهل عن البيت. محمد وأهل محمد هم أهل البيت. بيت الله له سدنة، له حفاظ، له عظماء، له رموزه، وهم محمد وآل محمد. العمل كان للتفريق بينهما، بيحاولوا قدر المستطاع، بيحاولوا يذلوهم يؤذوهم. الإمام علي بيوم صفين، والإمام الحسن بيوم الصلح، إلى أن حتى الإمام علي بن الحسين ليش ما قتلوه بعد كربلاء؟ ليش ما قتلوه بكربلاء؟ والله صار الشمر هلأ بيفهم يعني، وصار عنده شوية أخلاق. قالت له زينب ما تقتلوا لعلي بن الحسين، فهو ما قتله احتراما؟ أبدا، تدخل اللطف الإلهي ومنعه من قتله هناك. طيب ليش من بعدها ما قتلوه؟ ما بيهمهم هن أن يشوهوا صورته، فإن استطاعوا حصلوا على ما يريدون. بتقلي بس ما الله قايل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ما معتقدين بقرآن. ما لو معتقدين ما بيعملوا اللي عملوه. بيحاولوا يشوهوا له صورته، يسقطوه في عين المجتمع بأذيته، بإذلاله، بأخذه من بيته. يجرونه مثل الإمام الصادق، أخذوه من مصلاه قال لهم بتجيبوا لي إياه للصادق على الحالة التي هو عليها، فتسوروا عليه البيت. أكثر من هيك إذلال وانتهاك حرمات، وأخرجوه من داره. الإمام السجاد عليه السلام إقامة جبرية بكل ما كلمة من معنى كان عايشها، وتضييق عليه. خلاص قتلنا أباه الحسين وسبينا نساءهم، المفترض انذلوا انتهوا. وإذا بالإمام السجاد قلب الموازين بموقف واحد. وقف هشام الوالي اللعين في مكة، أراد أن يصل إلى البيت حتى يستلم الحجر الأسود، ما استطاع. ومعه بنو أمية، لقاها كثير صعبة عليه، كسرة إنه ما فتحت له الناس مجال، يعني ما حدا قاري له هشام. فراح انتحى جانبا ووقف مع بني أمية، زبطوا له مكان يقعدوا فيه يجلسوا فيه، إلى أن يخف الازدحام على الحجر فيعودوا لاستلامه. بينما هم كذلك، وإذا بشاب هزيل البنية نحيف الجسد، قد ترك الحزن على وجهه آثار لا يمحوها الزمن، وقد انحنى انحناءة من كثرة الهموم والمآسي. شافوا الحجيج وإذا بهم ينفرجوا له ويفتحون له المجال، فيمشي هادئا مطمئنا إلى الحجر الأسعد. فقال بنو أمية لهشام: من هذا؟ من هيدا الحركة دي مع رسول الله بتصير؟ هذا من حتى يفرج له الناس؟ هشام ادعى أنه لا يعرفه. قال: بالفعل من هذا؟ من كان موجود؟ الفرزدق. فقال له: هذا الذي تعرف البطحاء وطاته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وما قولك من هذا بضائره؟ العرب تعرف من أنكرت والعجب. بعدها بيترتب مقتل الإمام عليه السلام ويقتل.
وهكذا أهل البيت. إجا الإمام الهادي سلام الله عليه نفس الكلام، بعد ما رسخ منظومة الوكلاء شافوا انه ما عملوا شيء. منه العباس الحاكم العباسي مع كل هالضغط وهجرناه من وطنه وشردناه وغربناه وإقامة جبرية، ومع ذلك فعل ما يريد، الذي يريده فعله وهو هنا، فلا بد من قتله. خلاص ما استطعنا. الخطة الأولى أن نصغره في أعين الناس، أن ننهيه في أعين الناس، ما انتهى. عندها الخطة الثانية تكون قتله. وبالفعل دس السم للإمام الهادي عليه السلام، وكان ابنه الإمام العسكري يمرضه، يعني يقوم على علاجه. جاء الطبيب، مجموعة أطباء، في تفاصيل كثيرة هنا، كيف أن المعتز عليه لعائن الله أرسل فريق من قبل الدولة فيه القضاة وفيه الأطباء ليشرفوا على حالة الإمام، حتى يقال فيما بعد بأنه مات حتف أنفه، مكان في الفلان فلان فلان، وكان في القاضي الفلاني وكذا. أسلوب لعين وما زال يمارس إلى اليوم. دس السم للإمام عليه السلام، وكان الإمام العسكري يقوم بأمر علاجه والاهتمام بشؤونه. وكان الشيعة يأتون لزيارة الإمام العسكري، بس طبعا كانوا يجوا لعند الإمام، وإذا بتقرأوا هلأ بكتب الروايات يحملون صفات مهن. يعني محمد مثلا، مثل عندنا محمد بن حسن صفار، محمد بن يحيى العطار، فلان الدهان، فلان الزيات، هذه كلها صفات حرف ومهن وأعمال، مع أنهم ما كانوا عم يشتغلوا هالمهن هيدي بالواقع. بس كيف بده يوصل للإمام؟ بيجيب جرتين دهن وتحت عنوان أنه هو عم بيبيع دهن، ليوصل لقدام باب الإمام بيعيطوا له تفضل، يدخل إلى الإمام عليه السلام فيعطيه المسائل اللي عند الشيعة، والإمام بيجاوبه عليها، يسأله ويجيبه إلى آخره. فإجوا مجموعة من الشيعة على العدو، وكلاء الإمام عليه السلام. وكان موقف جدا غريب هالمرة، لأنه ما أذن لهم برؤية الإمام سلام الله عليه. استقبلهم الإمام العسكري وقال لهم تفضلوا، ولكن حجبهم عن لقاء إمامهم. السبب أن السم اشتد على الإمام عليه السلام. الإمام ما عنده طاقة لكي يقابلكم. السم أرهقه وسرى في جميع بدنه، فجلسوا في دار البيت ينتظرون خبرا يطمئنهم عن إمامهم. وكان الإمام العسكري يقسم وقته بينهم تارة وبين أبيه تارة أخرى، يدخل إليه يخرج إليهم، إلى أن خرج إليهم مرة قاموا نهوضا بين يديه ليستعلموا منه الخبر، وإذا بهم ينفجرون بالبكاء. ليش؟ رأوا الإمام عليه السلام، الإمام العسكري، وقد خرج إليهم بدون عمامته، نازعا للعمامة، مشمرا عن يديه، حالة الحزن حاسرا عن رأسه، ودموعه تجري على خديه. فبكى الشيعة بين يدي إمامهم، ولا تسمع في تلك الساعة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون وإماماه. وعلت الصيحة في دار الإمام. الشاعر يقول الهادي محنة ثجيلة، الهادي محنة ثجيلة، يا عظم الرزية، يا عظم الرزايا، يا عظم الرزية الحلت اليوم، مات ابن الجواد بالغدر مسموم. والله يا قضا يا حيف بدي
والقلب مالوم، وين الشيعة خل تحضاير تشيله، والله جد شيعته وتلطم على الراياس وتركض بالفلا مقطوع على الفاياس. بس حسين حسين حسين، بس حسين صبره بخيل ينداس. أهل البيت قتلوا بالسم صحيح، رحلوا شهداء صحيح، لكن كانوا بين أهلهم وأحبتهم، كان معهم من يحبون، غسلوا كفنوا شيعوا دفنوا. يقول بس حسين صبر بخيل ينداس، مصاب المجرى يا وما صار مثله، والله مصاب المجرى مثله ولا صار. جسد مطروح يبقى بليل ونهار، وراس على الرموح واخدع للأكوار. ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان. زينب بعد الحسين أخذوها سبية أسيرة مقيدة بالحبال على ظهر جمل هزيل. يقول مصاب حسين مثل ما جرى ولا صاير. جسد مطروح جسد مطروح يبقى بليل ونهار 3 أيام على الثرى. جسدا مدرجا بالدماء. أيوة حسينا وإماما راس على الرموح واختاع على الأكوار. سبية روح والناقة هزيلة. سيدي يا صاحب العصر والزمان، عظم الله لك الأجر بجدك الإمام الهاني، لكن سيدي أنت وكل أهل البيت علمتمونا أنه لا يوم كيوم أبي عبد الله، وأنه إن كنتم باكين للشيء فابكوا للحسين بن علي فإنه ذبح عطشانا. وأنا الليلة سيدي أستذكر الموقف التالي. أبوك العسكري يخرج إلى الشيعة ويخبرهم بموت إمامهم، ثم يعود إلى أبيه يغسله يكفنه. لكن الحسين جدك يا مولاي، زينب عمتك تقف في ذلك اليوم تلتفت حولها، ما بقي أحد للحسين، فتلتفت ناحية المدينة تقول له يا جدي وقف دونا ولا نخار غمض له عيونه يا عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقدر. شتريدين يا زينب تقول له تعالى ولبنكم غسلوا والقطين وياكم تجيبوا وجيبوا والكفن وياكم تجيبوا وجيبوا قطين للجرح شدوه. بعد يا زينب تقله وعروس لحسين
عليكم شيلوا، وبهذا لما تنزلوا يعني عندما تدفنون الحسين على مهلكم لا تتعجلوا بدفنه. ليش يا زينب؟ جروحات كثيرة لا تألموه، جروحات كثيرة لا تلجموه. مولاي يا صاحب الزمان يا ابن الحسن سيدي، شيعتك يعزونك، شيعتك ينتظرونك، شيعتك يواسونك بدموعهم وعبراتهم وينادون أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. سيدي عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علينا أن نرى الخلق ولا ترى بنفسي. أنت أمنية شائق يتمنى. قلنا يا شيعتي قلب مراد وضاقت علي كل الوسيعة، آلامي ما إلها عداد وروحي توين حسرة وجيعة. سهلة عندي يا المحب من ينشد الحل بدموع، يقول لي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعتي الطف الفظيع. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل ميت ضامن إلى جنب الشريعة، رضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيعا. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا. أدور وين ما منصوب مأتم ليه وتعم، وقبل لا يقرأ ناعبني أسبقى واجذب الون. إذا دمعك قطع مجراه أنا دمعي ما أقطع. أنا أمي الحزن أنا وآية مصيبة حسيني سيدتي يا فاطمة. أنا أمي الحزن أنا ودمعتي دوم سجابة، وصيحا ويا صوت الصاح يا حسين ومصابة. وظل مطلوب لك بالدين ودينك في حساب. إذا يوم القيامة يصير أجيك وافي بديني عدد 1900 حساب جروح أبو اليمة وطفلان من قطع نحره وبدور الهوى يما. يا شيعة ولو نسيت الصار ما أبريكم الذمة، اللي ينسى مصاب حسين يا شيعة ناسي. إنا لله وإنا إليه راجعون.
مرحومة عبراتكم إن شاء الله عند إمامنا صاحب العصر والزمان، يمسح على قلوبكم وعلى عيونكم بحق الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. إلهي بحق إمامنا الهادي اهدنا لمرضاتك، وفقنا لطاعتك، اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اجمع شملنا بإمام زماننا وهو راض عنا يا رب العالمين. املأ قلوبنا حبا للحسين وحزنا على الحسين وشوقا لزيارة الحسين، واكتبنا عندك في الباكين على الحسين بحق الحسين وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من بنيه. إلى أرواح أمواتنا أمواتكم أموات المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، أموات هذه البلدة الكريمة، شهدائنا الذين استشهدوا دفاعا عن حرمة المذهب وشرف المقدسات، من مات في محبة الحسين، في زيارة الحسين، في خدمة الحسين، لا سيما إلى روح العلامة المقدس الشيخ عبد الحسين صادق العاملي. نهدي ثواب ما قرأنا مع المباركة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.